بكم في قناة لمحات عسكرية والتغطية الكاملة والشاملة للجناح المصري في معرض إيدكس 2025. وزي ما اتعودنا كل سنة هنعمل تغطية كاملة وشاملة للجناح المصري، ولو قدرنا هنعمل تغطية لأجزاء ومقتطفات من بقية الأجنحة. طبعا أنا بقول متعودين كل سنة، بس أنا السنة اللي فاتت ما عملتش التغطية دي لأن للأسف السنة اللي فاتت كان معرض إيدكس مخيب للآمال، كان تقريبا مفيش اي حاجه جديده تم عرضها غير يمكن راجمه الصواريخ رعد 200 واللي هي بالصدفه قدامنا في اول المعرض كده، وعايزين واحد. ما كانش يعتبر في اي حاجه جديده السنه اللي فاتت غير راجمه الصواريخ رعد 200 اللي تم عرضها السنه اللي فاتت وتم الكشف عنها في ايدكس 2023. خلينا نبتدي كده من مجمع الصناعات الهندسية وإدارة المركبات، ونبتدي بيه المدرعة تمساح 5. طبعا عائلة التمساح هي عائلة كبيرة فيها أكتر من 8 مدرعات لمختلف الاستخدامات، كلها مدرعات تكتيكية خفيفة لنقل الأفراد وللمهام الخاصة. ونتمنى في الفترة الجاية نشوف بقى مدرعات قتالية من عائلة التمساح. دي تمساح 5 وهي عربة نقل جنود تكتيكية بتوفر مستوى حماية BR6. من معاكم التغطية. ومع الشبرال المصرية، وهي مدرعات الشبرال الفرنسية، وحصلت مصر على رخصة التصنيع ليها وقامت بالكثير من التعديلات عليها. طبعا برضو من الحاجات اللي أعلن عنها وزير الإنتاج الحربي الباشمهندس محمد صلاح الدين السنة دي إن في دولة صديقة بتتفاوض على التعاقد على 200 مدرعة من شبرال المصرية. والمدرعة شبرال بتوفر مستوى حماية BR6 ومستوى حماية ضد الألغام ستانج ليفل 1. طبعا ان مدرعة خفيفة زي دي توفر مستوى حماية ضد الألغام دي حاجة كويسة جدا. نكمل المعرض. ومع تمساح 4 برضو كانت من أهم المدرعات اللي تم الكشف عنها في إيدكس على ما أظن 2021. وتمساح 4 هي مدرعة مضادة للألغام بالكامل، وبتوفر مستوى حماية عام BR7، مستوى حماية ضد الألغام ستانج ليفل 4. طبعا مدرعات التمساح اللي احنا شايفينه ان هي كلها تقريبا تم تزويدها بأبراج بالتحكم عن بعد، ومزودة برشاش نص بوصة وأجهزة رؤية وتصوير ليلية ونهارية. ده نموذج للتمساح 2. طبعا التمساح 2 والتمساح 1 من أقدم المدرعات أو من أول المدرعات اللي تم الكشف عنهم في عائلة التمساح. وتمساح 2 بتقدم مستوى حماية BR7 ومستوى حماية ضد الألغام ستينج ليفل 4. طبعا لو عايزين ممكن نبقى نعمل فيديو عن مستويات الحماية وايه الفرق ما بينها، بس ممكن نبقى نعمل فيديو منفصل او شورت بسيط نكلمكم عن مستويات الحماية وايه الفرق ما بينها. وده نموذج لمدرعة تمساح 1. ودي تمساح 6، ودي من افضل او من ارقى افراد عائلة التمساح. واللي بيميز المدرعة دي عن بقية عائلات التمساح ان الجزء الخلفي هو عبارة عن كبسولة يمكن فصلها وبتنفصل بالكامل لحماية الجنود من الألغام والهجمات.
فلما بيحصل انفجار الكبسولة دي بتنفصل بالكامل، أو يمكن فصلها واستبدال الجزء الخلفي بحاجات تانية كتيرة مش لازم تبقى ناقلة جنود. ممكن تبقى مدفع هون، ممكن تبقى عربة إسعاف، على حسب تصميم الكبسولة اللي ورا ممكن يبقى ليها استخدامات كتير. والعربة تمساح 6 بتوفر مستوى حماية BR7، مستوى حماية ضد الألغام ستانج ليفل 4. ودي تمساح 3، ودي تعتبر من أكتر عائلات التمساح انتشارا في القوات المسلحة، خصوصا في قوات الصاعقة والمظلات. والعربة تمساح 3 مبنية على شاسيه الهامفي، واللي بالمناسبة مصر حصلت على رخصة تصنيعه. برضه مزودة ببرج قتالي من طراز ايجل 1 للتحكم عن بعد. كمل مع بعض تخطيط المعرض. طبعا المعرض السنة دي وكل سنة يعني زحمة جدا بالوفود الأجنبية وبالزيارات المختلفة من المواطنين. فللأسف بنجد صعوبة في التصوير، بس بنحاول على قد ما نقدر نعمل لكم تغطية كاملة للمعرض. خلينا نخرج من إدارة المركبات ومجمع الصناعات الهندسية وننتقل لوزارة الإنتاج الحربي. وأول حاجة معانا مدرعة رعد 200، واللي تم الكشف عنها في معرض إيدكس 2023. كانت تعتبر الحاجة الوحيدة المهمة اللي تم الكشف عنها النسخة السابقة من المعرض. طبعا كانت بتقدم كونسبت جديد، كونسبت حاويات الصواريخ اللي يمكن تغييرها. طبعا ده بيوفر صيانة أحسن لراجمة الصواريخ، وبيوفر لها ديناميكية وتكتيكية أحسن بكتير، لأن دي حاويات صواريخ ممكن تغييرها وإعادة تلقيمها بسهولة. طبعا راجمة الصواريخ ردع بتشيل صواريخ من عيار 122 ملم، اللي هي صقر 122 اللي بيتم تصنيعها في مصر، والمداها الأقصى 45 كيلو متر. خلينا نكمل. هي دي مواسير راجمة الصواريخ اللي هي من عيار 122 ملم. ده مش الصاروخ نفسه، ده الماسورة اللي بيتم تحميل فيها الصاروخ. خلينا نكمل. وده مدفع 23 ملم تم تطويره بحيث نقلل ارتداده وتحميله على عربية جيب. طبعا الفكرة دي قديمة جدا ومعظمهم بتستخدمها الميليشيات والجماعات المسلحة المتطرفة، بس أثبتت فعالية جدا. وليه ما نستفدش من التكتيكات المختلفة للميليشيات والحاجات اللي زي دي؟ أثبتت فعالية جدا، وخصوصا في التعامل مع المسيرات والمروحيات والأهداف القريبة. خلينا نكمل. ده مدفع هاون عيار 120 ملم. طبعا 120 ملم على هاون ده يعتبر حجم كبير، في احجام اصغر بكتير بيقدر الافراد ان هم يشيلوها، لكن ده محتاج لمقطورة عشان تجره، ولكن موجود برضه. خلينا نكمل. ده قاذف رباعي 122 ملم بيشيل 4 صواريخ صقر 45 من مدى 45 كيلومتر. طبعا ده السوليوشن ده احنا استخدمناه وحملناه على عربات قبل كده، وبتستخدمه قوات الصاعقة، وبيمكن قصفه بالمظلات كدعم لقوات المظلات.
فهو سوليوشن احنا عملناه وليه استخدامات كتير، وخصوصا في العمليات الخاصة لقوات الصاعقة والمظلات، لان هو حجمه صغير زي ما انتم شايفين وبيوفر مدى وقوة نيرانية عالية. ده نموذج للرادار ثنائي الابعاد ERS 32B، وده يعتبر من الحاجات اللي تم الكشف عنها في اول نسخة لمعرض إيدكس. هو رادار ثنائي الابعاد بيصل مداه ل 250 كيلو متر، والارتفاع الاقصى 12 كيلو متر. طبعا كان في كلام ان هيتم الكشف عن رادار ثلاثي الابعاد، نسخه ثلاثيه الابعاد منه، ولكن حتى الان واحنا في رابع نسخه من معرض إيدكس وعدى تقريبا 7 سنين على اول نسخه، مفيش اي اخبار على النسخه ثلاثيه الابعاد من الرادار ده. خلينا نكمل. دي منظومات قيادة وسيطرة مصرية الصنع، مركز ربط كتيبة صواريخ، مركز قيادة رادار مدمج، وده نظام إعاقة وشوحرة على الطيارات بدون طيار خفيف. خلينا نكمل. ودي ذخائر مختلفة مخصصة للدبابات من عيار 105 ملم ومن عيار 115 ملم ومن عيار 120 ملم. في منها مخصص للتدريب وفي منها مخصص عملياتي. طبعا احنا عندنا ال 105 ملم بيعمل على الدبابة الام 60 الامريكية، وال 120 ملم بيعمل على الدبابة M1A1 ابرامز الامريكية. طبعا يا جماعة يعني من اهم الحاجات، من اهم من الدبابة نفسها الذخائر وقطع الغيار. خلينا نكمل مع بعض تغطية المعرض. وظاهر قدامنا مجموعة من المنتجات المختلفة زي منظومة التحذير الليزري وقنابل دخانية، قاذفات قنابل دخانية، ومنظومة رؤية ليلية. دي منظومة هورس 1 و2 للمراقبة، عبارة عن كاميرات مراقبة ليلية، كاميرات تتبع. مكملين مع بعض تغطية معرض إيدكس 2025. واحنا قدام دلوقتي مركبة صيانة وإصلاح ونجدة سيناء 806 مسمينها. ولا أخفيكم سرا، أنا المدرعة سيناء بكل السوليوشنز اللي بنعملها عليها دي من أكتر الحاجات اللي بكرهها في حياتي يعني، لأن هي تطوير للمدرعة القديمة جدا BMB السوفيتية العتيقة، وتعتبر غير مواكبة خالص للتطورات اللي بتحصل في المدرعات القتالية في العالم حاليا. ونتمنى نشوف حاجة جديدة أو تعاون مع دولة صديقة زي ألمانيا مثلا أو كوريا الجنوبية في صناعة مدرعة قتالية محترمة يعني. بس يعني كبداية حاجة كويسة جدا. المفروض ان مدرعة الانقاذ دي بتقدر مزودة بونش يقدر يشيل اوزان حتى 2 طن، مزودة بونش جر حتى 20 طن. طبعا هي مجنزرة لانها تبقى مناسبة جدا للعمل في المناطق الصحراوية والجبلية وصيانة المركبات في مناطق العمليات. نكمل مع بعض. مكملين مع بعض. نكمل مع بعض. ودي المدرعة فهد بعد تطويرها. تم تقديم نسخة جديدة من فهد السنة دي في المعرض. تم تطويرها بالكامل بتغيير الدروع لدروع سيراميك وإضافة برج قتالي من عيار 25 ملم وقاذفين مضادين للدروع من نوع كونكورد. طبعا ممكن يكون في تطويرات داخلية على المحرك أيضا، بس اللي احنا شايفينه التطويرات الخارجية فقط زي تطويرات الدروع.
وعلى حسب تصريحات وزير الإنتاج الحربي إن مدرعة فهد دلوقتي النسخة الجديدة دي بتقدر تتحمل ضربات من عيارة حتى نص بوصة. وهي عندنا مدرعة خفيفة قادر 2، مفيش أي تفاصيل عنها. خلينا نكمل المعرض. احنا في الهيئة، احنا دلوقتي أصلا في الهيئة العربية للتصنيع، ومع المسيرة الأرضية عقرب والمزودة ببرج قتالي. نكمل مع بعض. ده قاذف نموذج للقاذف صاروخي من عيار 107 ملم. ايه عندنا قنابل حافظ اللي ظهرت في المعرض السنة اللي فاتت، حافظ 1 وحافظ 2 حافظ 3. وهي قنابل حرة خارقة للتحصينات، بيصل وزنها في أثقل نسخة إلى 1000 كيلو جرام. طبعا دي قنابل حرة التوجيه، ولكن في أيضا كيت توجيهي لتحويل القنابل الحرة لقنابل ذكية، برضو مصر الصنع. هنعرضه دلوقتي أكيد وإحنا في المعرض. منظومة إدارة نيران لهاوترز 155 ملم، وعلى ما أظن ده جزء، وما أظن ده هيبقى جزء من صفقة تصنيع الهاوترز K9EG. خلينا نكمل، احنا لسه في الهيئة العربية للتصنيع. معانا قاذف صقر 105، دي تعتبر من الحاجات الجديدة اللي تم الكشف عنها في المعرض، وهي نسخة مصرية محدثة من الار بي جي. طبعا الار بي جي في دول كتير عملت نسخ محسنة منه خاصة بيها، وحتى يومنا هذا الار بي جي يعتبر واحد من انجح الصواريخ خفيفة المضادة للدروع في العالم. دي منظومة مدفعية، دي برضو من الحاجات اللي تم الكشف عنها السنة دي في نسخة المعرض. منظومة مضادة للدرون ذاتية القيادة بالكامل، تعمل بالاي اي، وهي مكونة من مدفعين من عيار 23 ملم، ومنظومة رؤية ليلية ونهارية، ورادار. طبعا مفيش اي تفاصيل عن الرادار ده، بس على ما اعتقد من حجمه ممكن يوصل مدى ل 20 كيلومتر. وايضا منظومة تشويش سلبي على الطائرات بدون طيار. ومستمرين معاكم، احنا لسه في الهيئة العربية للتصنيع، واللي قدامنا دي طائرة بدون طيار للاستطلاع والمراقبة حمزة 1، واللي حصلت الهيئة العربية للتصنيع على رخصة تصنيعها من إحدى الشركات التركية، أو بتصنعها بالتعاون مع إحدى الشركات التركية. وهنا عندنا طائرة مسيرة انتحارية، وعندنا هنا نوع آخر من الطائرات المسيرة الانتحارية اللي بيتم حملها عن طريق جندي، واللي تم الكشف عنها السنة دي تحت اسم FL 350، طائرة مسيرة خفيفة. خلينا نكمل. عندنا هنا نموذج لمنظومة اكتشاف ومجاهمة الطائرات المسيرة
حارس 4. نكمل. عندنا الطائرة بدون طيار حمزة 2، وهي طائرة بدون طيار للمراقبة. في نفس الوقت يتم تسليحها بصواريخ خفيفة مضادة للدروع. كمل. عندنا هنا بعض الذخائر الخفيفة للطائرات بدون طيار. نيزك 1 و2 و3. كمل معانا المعرض. بعض منظومات التشويش والإعاقة ضد الطائرات بدون طيار. طبعا برضه يا جماعة دي معلومة للناس ممكن ما يكونش حد كتير يعرفها. منظومات الإعاقة بتشتغل فقط ضد الطائرات الموجهة اللي بيتم توجيهها بشخص أو في شخص بيوجهها، لكنها غير مفيدة ضد الطائرات الانتحارية، لأن الطائرات الانتحارية ما بيبقاش فيها قنوات اتصال، بيتم توجيهها بالإحداثيات مسبقة عن طريق الGPS ومنظومات رصد كهروبصرية. عشان كده لكن المنظومات دي بتعمل على قطع قنوات الاتصال بين المتحكم والطائرة والتحكم بيها، عشان كده ما بتعملش ضد الطائرات بدون طيار الانتحارية بعيدة المدى. ومعانا مصنع الطائرات، ومعانا أجزاء لطائرة الرافال، أجزاء مختلفة من طائرة الرافال. في الهيئة العربية للتصنيع من سنة أو سنتين تقريبا عملت اتفاقية تعاون مشترك مع شركة داسو رافال لتصنيع بعض المكونات من الطائرة داسو رافال، مكونات من الجناح، مكونات من البدن، مكونات من المحرك. وتم الإعلان في المعرض السنة دي إن رسميا مصر أصبحت من سلاسل الإمداد لمصنع داسو رافال أو مصنع داسو المصنع للطائرة داسو رافال. دي أجزاء الجناح اللي بيتم تصنيعها في مصر. طبعا نتمنى إن دي تبقى خطوة لبداية إن إحنا نبتدي نصنع طائرة أو ناخد حق تصنيع طائرة من إحدى الدول الصديقة، ممكن الرافال، ممكن طائرة أخرى، الله أعلم، بس دي خطوة كويسة جدا. وده نموذج للهليكوبتر ميل 24 وموجود في الهيئة العربية للتصنيع. الصراحة أنا مستغرب إن نموذج ميل طبعا دي ميل 24 هي مروحية روسية تملك مصر منها تقريبا 24 مروحية، أو العدد غير يعني معروف بالظبط، بس هو تقريبا 24 مروحية. طبعا أنا مش عارف ليه في نموذج في الهيئة العربية للتصنيع، هل إحنا حصلنا على نسخة تصنيع للمروحية الله أعلم، ولا هل ممكن حصلنا على نسخة العمرة الكاملة للمروحية، لأن إحنا في مصنع متخصص في العمرات في الهيئة العربية للتصنيع. طبعا دي حاجة مش معروفة ومفيش أي تفاصيل، بس النموذج موجود داخل الهيئة العربية للتصنيع. طبعا بالنسبة للمروحية الميل 124 لقينا بروشور محطوط جنب المروحية وقريناه وكده، واللي فهمته ان النموذج ده نموذج محطوط خاص بمصنع ومركز العمرة في الهيئة العربية للتصنيع، ان مصر مركز حصلت على رخصة عمرة كاملة للمروحية، لكن مفيش اي رخصة تصنيع ولا حاجة. طيب خلينا نكمل. واحنا دلوقتي في الشركة العربية العالمية للبصريات، وهي شركة تابعة للهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية.
متخصصة في الصناعات الإلكترونية، خاصة منظومات الكشف والتتبع والمنظومات الرادارية. وعندنا أول حاجة من أهم الحاجات اللي تم الكشف عنها في معرض إيدكس، والحقيقة ما خدتش حقها في البروباجندا بسبب المفاجآت الكتيرة في المعرض، هي منظومة التحكم النيراني. ومصر ما كانتش عندها منظومة تحكم نيراني مصرية الصنع، ولكن اللي تم الكشف السنة دي في المعرض عن منظومة FCS مصرية الصنع بالكامل، ولكن هي لسه تحت التجارب. وعلى حسب تصريحات الباشمهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، إن تم اختبار المنظومة على دبابة مصرية للإطلاق في وضع الثبات، وإن في أول سنة 2026 هيتم اختبارها من الإطلاق من وضع الحركة. طبعا الشركة العالمية للبصريات كل منتجاتها عبارة عن أجهزة تنشين وأجهزة رؤية وأجهزة تتبع مختلفة. زي ما انتم شايفين أجهزة تنشين وتتبع ورؤية ليلية مختلفة للأسلحة الخفيفة والقناصات. UAV بحري، مسيرة بحرية من إنتاج الشركة العربية العالمية للبصريات، مزودة ببرج قتالي مزود بمدفع نص بوصة. مسيرة أخرى بحرية مزودة ببرج قتالي من نوع إيجل 2. طبعا المسيرات دي ممكن تبقى يعني يتم التعديل عليها وتبقى مسيرات انتحارية كمان. كمل. برضو من الحاجات اللي تم الكشف عنها في المعرض السنة دي منظومة الاشتباك والتحكم عن بعد مارتلت بالتعاون مع شركة تاليس، وهي مصرية الصنع بالكامل ما عدا طبعا الصواريخ من شركة تاليس، ولكن البرج مصري الصنع بالكامل. هو عبارة عن برج نص بوصة وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة تتبع وصاروخين من عيار 70 ملم للاشتباك. وبيصل مدى هذه المنظومة للاشتباك من 15 كيلو متر حتى 6 كيلو متر، مخصصة للاشتباك مع الأهداف البحرية الصغيرة والمسيرات والهليكوبتر والطائرات اللي بتطير على ارتفاعات منخفضة. نكمل معاكم المعرض، نكمل مع بعض تغطية المعرض. وهنا بيظهر نماذج الأسلحة مختلفة من شركات مختلفة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي. عندنا هناك منظومة الاشتباك والتحكم إيجل 1، الفرقاطة ميكو اللي تم تصنيعها في مصر برخصة من ألمانيا ترسانة القوات البحرية. شوفوا منتجات مختلفة. مدفع الهاوترز K9 منظومة إدارة النيران الخاصة بيه. ذخيرة المدفعية 150 ملم واللي حصلنا على رخصة تصنيعها من كوريا الجنوبية مع المدفع K9 EG. قنبلة الجوية الخارقة للتحصينات حافظ 1 وزن 250 كيلو جرام، وتمساح 6، وقاطرة بحرية، بدلة واقية للألغام. بعض النماذج لبعض الأسلحة من شركات مختلفة متتوسط الجناح المصري. خلينا نكمل مع بعض، وخلينا نتوجه لواحدة من أهم مفاجآت المعرض، راجمة الصواريخ ردع 300. تعتبر من أهم المفاجآت اللي تم الإعلان عنها في النسخة إيدكس 2025.
وهي راجمة صواريخ. اللي بيميز الراجمة دي إنها راجمة صواريخ متعددة الأعيرة، وإن هو يمكن تغيير حاوية الصواريخ دي لتغيير عيار الراجمة. نتفرج مع بعض على الراجمة، نقف قصادها بقى شوية. طبعا الراجمة دي بتشيل حاوية صواريخ واحدة ممكن تحتوي على 20 صاروخ من عيار 122 ملم ومدى أقصى 45 كيلو متر، أو 6 صواريخ من عيار 220 كيلو متر وعيار ومدى أقصى 70 كيلو متر، أو 4 صواريخ من عيار 300 ملم، وده اللي موجود حاليا قصادنا في النموذج اللي معروض. والمدى الأقصى للصاروخ ده 150 كيلو متر، أو صاروخ واحد باليستي ثقيل من عيار 600 ملم ومدى أقصى 300 كيلو متر، زي ما أعلن وزير الإنتاج الحربي المشمهندس محمد صلاح الدين. طبعا على حسب تصريحات الباشمهندس محمد صلاح الدين إن الراجمة العربة تصنيع مصري وتصميم وتصنيع مصري بالكامل، أما القاذف تطوير وتصنيع مصري بالتعاون مع دولة صديقة، وعلى ما أعتقد هي الإمارات أو الصين، لأن القاذف بيشبه جدا قاذف الصواريخ برق الإماراتي الصن، وبيشبه أيضا قاذفات صواريخ صينية كتير. نكمل مع بعض المعرض. ومكملين معاكم شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، عارضين النماذج المختلفة للسفن اللي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية. الفرقاطة ميكو 200 اي 200، الكورفيت ويند 2500، خلينا نتفرج على تفاصيل النماذج. كورفيت جويند، لانش المرور الساحلي بي في 43، وده اللانش اللي تم الإعلان إنه هيتم تصنيع 20 لانش منه في ترسانة الإسكندرية. هو تصنيع وتصميم مصري بالكامل. طبعا اللانش ده بيشيل 4 صواريخ مضادة للسفن، وتصليحه الرئيسي رشاش من عيار 30 ملم. طبعا لسه غير معلوم تفاصيل كتيرة عن اللانش، بس المعروف ان هيتم تصنيع 20 لانش من الطراز ده في ترسانة الإسكندرية البحرية، وان طوله 43 متر. كمل. مجموعة من القاطرات من صناعة ترسانة الإسكندرية البحرية اللي بتستخدمها قناة السويس في معظم الأحيان يعني، والموانئ. قاطرة بحرية أخرى، قاطرة بحرية 12 طن تعتبر صغيرة الحجم، لانش مكافحة التلوث، على ما أعتقد ده لجمع القمامة في النيل مثلا. لانش مرور ساحلي، يعني نماذج لقطع مختلفة اللي بتصنعها ترسانة الإسكندرية البحرية. لا، لانش مكافحة التهريب، يعني لانش ريب 850. يعني نماذج للانشات وسفن مختلفة.
وبكده نبقى وصلنا لنهاية الجزء ده من تغطيتنا لمعرض إيدكس 2025. بس ما وصلناش لنهاية تغطيتنا للشركات المصرية، لأن الجزء ده من المعرض هو مخصص للشركات المصرية الحكومية فقط، زي الهيئة العربية للتصنيع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ووزارة الدفاع. هيبقى لينا إن شاء الله جزء تاني ممكن ينزل بعد يومين بالكتير إن شاء الله، لتغطية كل الشركات الخاصة اللي برضو ظهر فيها مفاجآت كتيرة خصوصا في الدرونات الانتحارية. وهيبقى في نفس تغطية للجزء الخارجي من المعرض الخاص بالنماذج الحقيقية، الحاجات زي المدفع كي 9 اي جي والدبابة ابرامس، نماذج حقيقية. فاستنونا في الجزء الثاني من تغطية معرض إيدكس 2025 وبقية الشركات المصرية، بس الشركات الخاصة. ودي من الحاجات الصراحة كويسة جدا ان احنا بدأنا ندخل البرايفت سيكتور معانا في الصناعات الحربية، لان ده هو الطريقة الوحيدة لتطوير والصناعات الدفاعية في مصر، لان دخول الشركات الخاصة في اي صناعة بيؤدي لتطويرها بشكل كبير، لان الشركات الحكومية مهما عملت هي ميزانيتها محدودة الى حد كبير، والمجال اللي بتقدر تتحرك فيه محدود الى حد كبير. لكن دخول الشركات الخاصة بيدي اريحية اكتر وبيدي مجال جديد نقدر نفتح بيه ابواب جديدة للتطوير. وزي ما هنشوف ان شاء الله في الجزء الجاي المنتجات الرائعة واللي ما شفناش شبيه ليها في الشركات الحكومية، هنشوفها ان شاء الله في الشركات الخاصة وخصوصا الطائرات الانتحارية. فاستنونا الجزء الجاي هيبقى فيه كل الشركات الخاصة الدفاعية المصرية والجزء الخارجي من المعرض. ده لقطة سريعة من المعرض وجولة سريعة للمعرض. اتمنى تكون الجولة دي عجبتكم. اتمنى لو الجولة عجبتكم ما تنسوناش باعجاب وسبسكرايب للقناة، واستنونا في تغطية بقية المعرض قريب ان شاء الله.